جبل هيقع بينا. سابقكم يلا. ها نمسك شويه ميه كده تعمل تس. امي لو شافت الفيديو الواد هيقع. اه 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 خرس خرس. صباح الخير. سامعين صوت الصلاة من فوق. غرفة كان تبع للشرق. جميل. هنطلع القمة نصور من فوق. برج نجد. القمة دلوقتي مسارها واحد. سابقكم يلا. ها عارفين الفرق بين المثال والمثالية؟ المثال دايما هو الحاجة اللي احنا بنقتدي بيها، أو بنشوف مثلا مثل أو شخص ممكن نعمل زيه. المثالية هي فلسفة بتؤمن إنه حقيقة الأشياء مش موجودة في الواقع بتاعنا ده، هي موجودة في حاجة في الخيال. فده أكتر حاجة بتسبب وهم الكمال، هو إن أنا أبقى مؤمن بإن واقع الأشياء أو حقيقة الأمر هي لا يمكن تمثيلها في الواقع بتاعنا، الواقع البشري. الشوت اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده هو واحد بيتكلم قدام كاميرا جايبة حاجة بكواليتي حلوة، وفي ظهره مكتوب قمة جبل. فهو في القمة، هو شايف احنا اللي احنا شايفينه دلوقتي إن هو الشخص ده في القمة، بس هو لا في القمة ولا نيل. ده اللي هو موريه لنا بس. من أسباب ده هو الحاجات اللي بنتعرض لها والمدخلات اللي بتخش لنا من سوبر مام وسوبر داد وسوبر مان. واحد بيعمل حاجات في شركته وفي نفس الوقت قوي جدا في جسمه وناجح في حياته الشخصية وناجح في حياته العملية، مع فلوس، غني، في عربيات، بيصلي قريب، مش عارف ايه. بنقارن نفسنا بالناس دي، وده بيخلق لنا حاجة اسمها وهم كمال. all or nothing. خلينا نشوف الكمال اللي هناك ده. مش عارف هل احنا شايفينها ولا لا. اهي يوم جديد، يوم جديد، يوم جديد. فين وسط المية؟ معرفش فين وسط المية. شدها له. معرفش ان هي في ظهره.
نفسه بيعزمني فاكر ان انا هديله بق ميه. والله العظيم. يا عم انجز، عايز ولا مش عايز؟ خلاص اخد واحدة. حاسس ان ده ماتيريال حلو قوي للفويس اوفر، ودول الناس لقيناهم هنا، ناس جاية، ناس سابت الويست، سابت الغرب وجت عشان تشوف البتاع. وسط احنا بنتكلم في كلام مهم هشام عمال ينادهني يا مورا، يلا مورا ناخد صورة مورا. اهو هشام اهو. خلصنا الحمد لله التاسك. التوش البيزنس مان. من واحد يعني دلوقتي احنا عشنا مع بعض اكسبيرينس سيرتيفايد من استاذ محمد عبد الحميد. انت طلعت جبال ايه؟ يلا نعد سوا. برومو، جبل برومو في السنبلاوين، اندونيسيا. اندونيسيا. باتور. برومو والباتور. وطلعت ادمز بيك في سريلانكا. ادمز بيك في سريلانكا. طلعت سريلانكا. فيها بور حاجه كده. فولفاستابور ده اكيد بتاع طبعا الفول، أمريكا ده اكيد بتاع الفولكانو. لا، مش هو؟ ده اسمه الولف عشان ليه ودن الولف كده، بس الجبل طالع له ودنين. مم. ده اللي في ارمينيا اللي هو التلج. وطلعت في مصر كاترين بقى طبعا. كاترين. وطبعا بقى بتوع سيوة كلهم 4. وطلعت ايه تاني؟ وجبل الهوا في أسوان. الجبل بيتهز يا معلم، الجبل هيقع بينا. خير ان شاء الله عشان ولا حاجه. امي لو شافت الفيديو الواد هيقع. ايه بقى الاعراض بتاعت وهم الكمال دي يا عم عبد الحميد؟ ايه بقى الاعراض؟ الاعراض هو ان احنا ما بنعرفش نحس بالسعاده وقت الانجاز. شعور الانجاز ده مش موجود، ده واحد. 2 العزله دايما. 3 الواحد دايما بيحاول يكدس اكبر عدد من التاسكس. مش عارف هل الكادر كده افضل ولا لا. الواحد بيحاول يكدس اكبر عدد من التاسكس في وقت قصير، في وقت صغير، وفي الاخر ده بيؤجل للتسويف والتأجيل، وبيأجل الى ان هو ما بيعملش حاجة في الاخر، وده بيروح بينا على اليأس والقنوط، ثم في ناس بتروح لحتة نقطة الإلحاد. ولما اتكلمنا في فكرة المثال والمثالية، هو إن إحنا دايما بنسعى ورا المثالية لأن إحنا مش عارفين هي إيه المثالية المطلوبة أو إيه هو المثال المقتضى به. وده ترجع لنقطة مهمة جدا لحاجتين، ألا وهما المدخلات اللي إحنا بندخلها لدماغنا ونفسنا وبنشوفها وبنسمعها طول اليوم ومن وإحنا صغيرين، وفي نفس الوقت شيء مهم جدا وهو المرجعية. مرجعيتك في الحياة إيه اللي بيحدد إن اللي أنت بتعمله صح. فالناس بتواجه مشكلة كبيرة في نقطة المرجعية، وبتنساق ورا أي شيء لمجرد إن هو it feels good، أو أحس إن أنا عاجبني الفيو، الجو، الدنيا، الناس دول، الشباب دول، مش عارف إيه، بدون مرجعية شخصية. فبتلاقي نفسك بتجري طول الحياة وحاسس إن أنت مغترب عن نفسك لأنه أنت هنا وهناك وملكش أي هوية. فالمرجعية بتفرق كتير جدا. وهنتكلم في علاج الموضوع ده، بس أهم علاج بيتعمل واللي أنا عملته شخصيا هو عمل اليوم والليلة، أقل القليل. فقه عمل اليوم والليلة إن إحنا نعمل أقل القليل، ألا وهو ما لا يسع الإنسان المسلم جهله من القرآن والسنة والعبادات، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي أنت المفروض تكون بتعرف تعملها يعني، أو فاهم عنها. كل اللي أنا بقوله ده طبعا مش من وحي تأليفي، كل ده انسبايرد من دكتور عبد الرحمن داكر الهاشمي، من شانل فقه النفس، مركز مكاني بالأردن عمان. كان ريكومندد ليا من صديق، ريكومندد عماد رشاد عثمان. اخد ميه، حبيب خد ميه. ريكومندد عماد رشاد عثمان. انت قلت مش هتشرب فوق، ها؟ ريكومندد من عماد رشاد عثمان. شفت البلاي ليست بتاعت الادمان، ولقيت في خلال البلاي ليست فيديو
واحد بيقول ان اللي عندك ده وهم كمال او وسواس قهري، وهتلاقي بلاي ليست لعبد الرحمن داكر الاشمل، انصحكم بيها. كده كده هحط البلاي ليست في الديسكربشن تحت. اوكي، هنتكلم في موضوع المرجعيه ده اكتر، بس دلوقتي خلينا نجوي الفيو. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حاضر، امسك هشام اشرب معايا. عنده عزة نفس ان هو ده اللي ساق كلب. بس لو اديتني ميه اصلا. على فكرة أنا فعلا ما كنتش عاطش الموضوع. ايه هو اللي احنا فيه ده؟ كان المفروض ده الانسان الطبيعي. يعني انا من امبارح، من ساعه ما عملنا الكامبينج لحد النهارده، وانا مش حاسس بالضغط، مش حاسس ان انا المفروض اكلم عملاء، مش حاسس ان انا المفروض عادي عادي تخش. خلاص، ما انت بوظت الكادر. أنا عندي شغل كتير. والله ما انا بعد وده ما جايب أفكر في اللاب بتاعه الشغل. يشتغل، قاعد بيفكر في الشغل ومتضايق، آه ولحد دلوقتي متضايق. يعني هو طلع معانا مهموم مين قال لك اصلا. كده؟ المدير فكك بعت لي فكك، مسج بص بيقول بص لي بص الشغل بص النهارده. شو عامل ازاي. متقلقوش ده. الواحد من امبارح مبسوط، هادي، مش حاسس ان وراه حاجه، مش حاسس ان الجرس عمال يرن يرن يرن. ف ده كان الطبيعي اصلا. اول بقى ما اخلص الفيديو وانا بتكلم عن الحاجات اللي هي الايه، الراحه النفسيه والكلام ده وبتاع، اروح واخد الموبايل واعمل كده. بص بقى يا استاذ، بص بص يا استاذ فادي، هو ده المشروع. هيبقى على الميه، في غرفه وغرفتين وثلاث غرف. خطه الدفع تكون 60 40 لا لا بهزر، لا ده مشروع جميل. احنا جايين نتبسط بوقتنا فعلا. راحه رهيبه. آه. قفشناكو 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 الناس اللي لسه طالعه دول. بس ايه، لسه قدامهم. بص الطريق عامل ازاي. بوبا 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 بوبا. دول لسه طالعين، لسه قدامهم مشوار طويل قوي. احنا في القمه، وولفول ستريت. احنا في القمه، جبل ايفرست اخيرا. اخيرا. احنا نازلين اهو، صح؟ تلاقي في ناس طالعه. وانتوا جايين، كنا احنا راجعين. يلا خليهم يعدوا. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. No, no, we're good. We're just vlogging. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. برضه وانتم مخلصين وانتم جايين كنا احنا راجعين. احلى عالم والله، احلى عالم. الله يوفق الكل. الناس دلوقتي نازلة. بص بقى معايا ست الكل، النهارده هنشوف ازاي نقدر نعمل بيض عيون 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 عيون. اوف، تخش مره واحده. ها جدعان جدعان طلعوا البتاع، ما تنساش انتوا يا ابني. لا لا اقفل كده وريني ثانية كده. شكرا. الشكر ايه. ماشي. السمنه فين؟ السمنه السمنه والبيض بعد اذنك. ماشي. طيب اول حاجه، فين بقى السمنه؟ السمنه اهي، السمنه اللي غرقت البتاع كلها. اخ يا يما. طيب احنا بنفتح ده ازاي؟ تمام تمام. بتفتح في تكة في الآخر. تك. أيوه. هو كده في نار؟ اه في نار. طب هي ما بتهداش؟ النار لا بتهديها، بس خلي بالك وانت بتهدي ممكن تقفل.
يعني فاهم؟ اوكي. النار اللي ما بتهداش. الطرش اللي احنا اول حاجه هي دي بقى التريك بقى. التريك هي ايه؟ ان انا بسخن اول. ما ينفعش احط الحاجه على طول، لازم تسخن اول. اديني كده ازازه ميه من عندك يا اتش. ايوه دي ارمي. لحد امتى؟ لحد لما ايه ده، في حشره هنا. يلا مفيش مشاكل. لحد لما نمسك شويه ميه كده، تعمل تس، يبقى لسه. طبعا هما كلهم عايزين البيض كده، سلق بيض، بس لا، احنا عايزينه عيون من غير ما يلزق. انتوا هتاكلوا فين؟ او هتاكلوا ازاي؟ كنت هقول لك بس مش هينفع في الفيديو. اطبخ. هتاكلوا ازاي؟ هنقعد جنبك ناكل سندوتشات. خلص طبيخك وهناكل. 2-2. ولا 3-3؟ لا. هنا بدأت المية تلعب زي الميركوري بولز كده، تلعب في البتاع. ساب حميد واقف بقى. خلص. هناكل ايه انت؟ اول ما احط البيضه يبقى في ملايه. ما بالظبط انا استنى. عمري ما شفت المقليه دي نضيفه اصلا بره. اخرس. دايما البيت لازق فيها. اخرس. وبعدين انت ازاي بتتلسع من السمنه؟ غدايا يا ولاد بعد الشغل. اوه. عامة في زي دبانة أو حاجة، مش مهم عادي حلال. هنعمل كده. تاخدوش بالكم في البيت مش هيكون في كده عامة. ممكن تدفع ملهاش بتحرق. لا ده طبيعي. كل ده طبيعي في الجبل. دي كلها فايبس. طيب يا عم الفايبس الغاز هيخلص. كده بنجيب البيضة. يكسر البيضه بكل اوه اوه. ادي واحد. اتنين. هنعمل 3 مع بعض. لا خليهم 2. 3. مش هتكفي اصلا. هتكفي، تسمع مني. اوه. انت ممكن تحط البيض جوه العلبه يعني عادي. كده اول ما البيض ينزل على المقلايه هيلزق، ما نجيش جنبه. سيبه يلزق عادي. سيبه يلزق. هيلزق في الاول بس هيفك بعد كده، زي السلمون بالظبط. حد قبل كده طبخ سلمون؟ لا. بالظبط. احنا جبنا ملح او حاجه؟ لا. رائع جدا. طيب يعني هات لي رغيف عيش بقى عشان احط فيه ال3 واخش ب3 تانيين، بحيث للاسف والله ده اللي عندنا في الكيتشنات. الكيتشنات عندنا بيطلع بس بيض عيون. اه كل اتنين بتوعك يلا. بالظبط يا ريت يعني. يا ريت اهو. تبقى اسهل البيض ده. هفك لك العيون. مش عايز. هفكهم لك. عايزين كده بص. انا عايز يبقى لونه اصفر مش ابيض. بصوا بقى، بصوا. حرق. حرق. يا ابني اتحرق فين يا ابني؟ لا ما تعرفش غلط. اهو. لا يا عم ده سواد ده يا عم، دي المقلايه يا عم. يا ابني ده طبيعي، ده بالعكس، ده بيديك سنه قرمشه كده. اه. انت لو مش عايزين سنه القرمشه دي بتخفف الحراره في الاول. لا بتخفف الحراره بس. يلا بس كده هو بيض من غير ما يلزق. خلصت؟ انا خلصت الفيديو. بعد اذنك بقى لا سيبك من الفيديو. خد البيضتين بتاعتك والنار بقى بعد اذنك. واقلب البيض الناحيه الثانيه عشان احنا ما بناكلوش كده. طب هات عيش. النار. اقفل النار. انتوا بتعملوا كده ليه؟ فيها نار يلا. بتعملوا كده ليه؟ ده انا عامل لكم بيض. خلصت الغاز والبيض. وفتحتنا. دي اساسيات اوه واه مان دول 3 بيضات. اعمل ايه؟ اخد بيضتين ازاي؟ اهو. تصرف وحط واحد سيب واحده، اقلبها بقى، اقلبها في المقلايه عشان انت. ايوه. اوه
اوه يلا خلاص عشان عايز اعمل قهوة. اوه مان، دي نفتحها بقى كده. انتوا بتعاملوني كده ليه؟ نفتحها كده. اوف 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 أوف. الاكل في البرية. الحب رائعة مايكل جارسيا. اتفرجوا بقى على هشام بتعمل ايه؟ بيحرق بيض بقى. واحدة بس. بيحرق بيض. حاطط البيضة اللي هي اوريدي مطبوخة اصلا، حاطط البيضة اللي معمولة وبيحرق التانية. ايه هشام وليد. بصوا ده بقى نوع من انواع السبلمنتس اللي انا بحبها. Thank you, you too. ثانك يو. نوع من انواع السبلمنتس اللي انا بحبها من ماسل تك. ايه بقى السبلمنت ده؟ قهوة تركي. يا ساعات الواحد بيضحك عليه من فكرة نقطة بدايته والأمثلة اللي هو بيشوفها أو الناس اللي هو بيقتدي بيها. زي مثلا إن أنا عايز أكون في البيزنس أو في الماركتينج أو في الأدفيرتايزنج كويس أوي زي مثلا أليكس هرموزي، فأنا بقارن نفسي على طول بحد زي أليكس هرموزي. وفي نفس الوقت عايز أبقى شاطر جدا مثلا في التمثيل وفي الجيم وفي الفلوس وفي البيزنس زي واحد زي دوين جونسون ذا روك. وفي نفس الوقت عايز ابقى في العبادة كويس جدا زي واحد زي مصطفى حسني او عمرو خالد او اي حد من الامثله اللي احنا بنشوفها. انه ايه ده انا كل ما بشوفه بيكون كلامه كله رايح في الحته دي او كل كلامه في يعني منطلق من يعني رايح من هذا المنطلق. فبنقارن نفسنا بالتوب في كل مجال. كان أليكس هرموزي، كيفن هارت، دوين جونسون. عايز جسمي يبقى زي كريس بامستيد في الأولمبيا أو زي البيج رامي، وفي نفس الوقت أكون بعبد ربنا زي مصطفى حسني وعمرو خالد والشباب دول. وفي نفس الوقت أكون في البيزنس شاطر جدا زي نجيب ساويرس واللي هو السويدي والناس بتوع شارك تانك. فده غلط. لازم تفهم ان انت اوريجينال، انت ليك انت بصمتك، انت ليك. الناس كل واحد من دول كان عنده مدخلات معينة في حياته ادت في الاخر الى الصورة النهائية دي. انت ما تعرفش الحياة الشخصية بتاعت كل واحد فيهم ازاي، ما تعرفش صحة كل واحد فيهم ازاي. ممكن يكون واحد صحته حلوة جدا، شكل جسمه تحفة، بيتسلق جبال وبيروح وبيجي وبتاع، وحياته الشخصية رايحة في داهية. ممكن يكون واحد غني جدا وحياته الشخصية رايحة في داهية. ممكن يكون واحد شاطر جدا في البيزنس وبتاع بس ما بيعملش فلوس، هو بس عنده العلم لكن ما عندوش رزق المادة. ممكن واحد حياته الشخصية كويسة جدا ومرتاح ومبسوط وبتاع بس انت شايفه من بره ان هو فقير او ما عندوش المادة اللي المفروض تكون عنده او اللي احنا بنطمح ليها او هكذا. فالرزق انواع، وفي نفس الوقت لازم تحترم نقطة بدايتك، ولازم تحترم ان انت اول حاجة مخلوق، ليك مخلوقية، ليك حد معين عنده. انت بتنتهي، مش هتقدر في نص ساعة تعمل 10 حاجات في بعض. نفس الكلام مش تقدر في حياتك تعمل حاجات كتير في بعض. ولو في ناس سوبر هيرو سوبر مان ومش الكلام ده كله اوكي، في ناس تطلع جبل ايفرست، في ناس بتموت. فقدر دايما انت الستارتنج بوينت بتاعتك فين، الشخص اللي انت بتبص عليه فين، والمسافة اللي بينكم. وما تقعدش تقارن نفسك. خد حاجة من حد كانسبيريشنال، حاجة يعني انسبيريشن من شخص، لكن ما تاخدوش كقدوة انه اي حاجة يعملها صح ولازم ابقى زيه. فانا لازم ابقى زي ده هنا وزي ده هنا وزي ده هنا وزي ده هنا. لا، مجرد باخد ده بينسباير مي في النكست اكشن بس، لكن لو ما بقتش زيه مش هموت بس. صوت الحرية بيجمعنا، خلاص حياتنا بقى ليها معنى. يا الميدان كنا فين من زمان. استحمينا، استحمينا طبعا من ساعة ما روحنا لحد دلوقتي ما قدرتش اصور. كنت يعني بسرعة كل حاجة بسرعة. اتحركنا على طول من خرفكان على 9:30 9 في الرينج ده غالبا. وصلنا هنا على 10، يدوبك ساعتين الواحد ظبط حاجته واستحمى ولبس. نروح نصلي الظهر دلوقتي ثم نطلع على الاوفيس كده ندبل تشيك على كذا حاجة. ورحت كمان اسمه ايه ده، رحت الدماك. كان في عميل عزيز جدا جدا عليا، يعني عنده موضوع كده معاهم، فكان لازم الاقي
إجابة أو حل. فبس كده اليوم زي ما يكون لسه بيبدأ. الحمد لله الحمد لله على نعمة الصحة، يا رب بس يكون بمنفعة لينا ولغيرنا، يكون ربنا راضي عننا كده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني إياه غير حول ولا قوة مني. صلى الله عليه وسلم. بسم الله.